الحلوة تاع اليوم راح تكون بالجلجلان وراح تكون معسلة. وصفة سهلة بزاف، والأهم من هذا بنينة بزاف. نروحو المقادير طريقة التحضير. فهاد الوصفة راح نحتاجو 125 غرام تاع لا مارغرين اللي تكون طرية، نحتاجو ملعقة كبيرة تاع العسل، حبة تاع البيض، 40 غرام ولا نص كاس تاع جلجلان محمص ومرحي، نسحقو 40 غرام كيف كيف تاع سكر كلاص ولا نص كاس، ونسحقو ربع كاس تاع الزيت، ونسحقو رشة تاع الملح وعطر الكراميل. وهذا هو المول اللي راح نستعملوه في هذه الوصفة. سينو نقدروا نستعملوا اي نوع مول اخر، مام هاد الحلوى نقدروا نخدموها بلا مول. نسحقو تانيك الفارينة اللي راح نطمو بها لاباط. ودوك تشوفوا طريقة مع بعض. كل حاجة الأولى راح نوزنو لا مارغرين. عندنا 125 غرام في الوصفة، 125 غرام. كما راكو تشوفوا لا مارغرين تاعنا لازم تكون طرية من الأحسن. نخرجوها قبل بوقت من الفريجيدار. نخلطها مليح. هنا نزيد عليه الحبة تاع البيض، بسم الله، ونعاود نخلط حتى تدخل هذيك الحبة بيض في الميلونج تاعنا بهذه الطريقه. هنا لازم هذيك الحبه بيض ما توليش كامل تبال في الميلونج تاعنا باش نقدروا نزيدوا الزيت. هنا نروح نزيدوا الزيت تاعنا كما قلنا ربع كاس، ونعاود نخلط. نزيد عليه ملعقه كبيره تاع العسل. العسل راح يمد طعم وما يعطي لون شباب للحلوى تاعنا بعد ما طيب. نزيد عليها عطر الكراميل اذا حبيتوا، ورشه تاع الملح، ونعاود نخلط. فوالا. دوكا راح نزيد الجلجلان محمص ومرحي، فيه واحد الريحة واحد الطعم من أروع ما يكون. دونك لازم علينا نجربوا هذا النوع تاع الحلويات، ما نقعدوش برك في الشوكولا في البنيون. فوالا، الريحة روعة. من بعد نبقاو نطمو. كيما على بالكم المول السيليكون لازم لاباط اللي تدخل فيه تكون طرية باش يقعد طري ويدوب في الفم. هكذا نزيدو غير بالعقل، ما نعجنوش بهذه الطريقة. فوالا، هذا هو القوام اللي راح نتحصلوا عليه. كما راكم تشوفوا ما لحقتش للصابلي. هنا نبداو نوزنوا العجين تاعنا. راح نديرها 40 غرام، نعمر كامل ولا نوزن كامل العجينه ب 40 غرام. من بعد شوفوا واش راح ندير. هنا ناخذوا العجين تاعنا، نجوزها هكذا في الجلجلان مليح كما راكم تشوفوا. من بعد ناخذ المول، ندير حفرة في الوسط وندخلها في المول هكذا بهذه الطريقة. ومن بعد تقعد الحفرة على روحها هكذا. علاش راني ندير هاك؟ باش ما نكسرش لاباط تاعي. نابوي مليح باش تلصق في الاطراف باش نتحصل على الشكل تاع المول، ما يسحقش ندهنوه بهذه الطريقة. نزيد نكمل هكذا. هنا بلا ما نديرو لا حتى حاجة وحدها راح يحكم الجلجلان فيها هكذا. ديروا حفرة في الوسط ونقلب هذيك الحفرة تدخل في المول بهذه الطريقة. نروحو نديروهم في الفرن كما قلنا حتى وين يتحمروا من الفوق، نطفي عليهم. هنا الحلوى تاعنا بعد ما طابت غير تخرج من الفرن، نصبر عليها شويه واحد نص دقيقه هكذاك، ونخرجها وهي سخونه نعسلها. العسل ما زدت له حتى حاجه، ديريكتومون في العسل. فوالا، كي تكون
بعد ما عسلنا الحلوى تاعنا نخلوها تقطر مليح من هذيك الزياده تاع العسل. الذوق تاعها مع الجلجلان راني نقولكم بزاف بنين، نتمنى ان شاء الله تجربوا. وكما شفتوا الوصفه سهله بزاف، الطريقه تاعها ماشي حاجه كبيره وما تاخذش وقت، وتاني الحلوى بلا حشو. كتزيين اخير بعد ما درت لي كيسات حطيت هاد الشوكولا اللي مكتوب فيها عيد مبارك، راهي متوفره في الاسواق. وهذا هو الشكل النهائي تاع الحلوى تاعنا. على قد ما كانت بسيطه، على قد ما كانت شابه في الشكل تاعها، وعلى قد ما كانت بنينه. اتمنى ان شاء الله تجربوها. نتلاقاو غدوه ان شاء الله مع وصفه واحده اخرى، والسلام.